كاين واحد الاشاعه راهي تدور هنا في الجزائر تقول باللي التلقيح ضد البوحمرون يؤدي الى التوحد. الاشاعه هذه خلات حالات بزاف يعاودوا يرجعوا تاع بوحمرون مور ما كنا قضينا عليه نهائيا. رانا في حاله خطر. السلام عليكم، معكم دكتور سامي زروقي، طبيب جزائري، وراح نحكوا اليوم على البوحمرون وكيفاش بدات هذه الاشاعه اللي تقول بلي البوحمرون يؤدي الى التوحد. هذه في سنه 1998 وين واحد طبيب بريطاني واسمه ويكفيلد. هذا الطبيب دار دراسه على 12 طفل وين قال بلي التلقيح هذا لو غوغ رايح يسبب التوحد. لو غوغ هذا راح يحمينا من 3 امراض من بينهم البوحمرون. البوحمرون لما يقيس الانسان راح يجيه على شكل طفح جلدي اللي راح يبدا من الوجه ومن بعد يهبط لكامل الجسم. عندنا حمى، والحمى هذه تكون كبيره بزاف، سعال والسعال هذا يكون جاف، والعين تكون حمراء. هنا الاعراض هذو يقدروا يتطوروا ويولوا عندنا التهابات في الرئه، التهاب في الدماغ، التهاب في الاذن، ولا قدر الله توصل الى الوفاة. هادو كانوا أعراض البوحمرون. شكون يقيسوا الأطفال وحتى البالغين اللي ما عندهمش مناعة ضد البوحمرون. التلقيح تاع البوحمرون نديروه في الشهر 11 ونديروه في 18. الشيء هذا راح يحمي الطفل من البوحمرون، وما كاش فائدة إذا درناه في 11 شهر وما عاودناهش في 18 شهر. الفائدة كامل تكون لما نديرو التلقيحين. هنا الاشاعه هذه بدات في 1998 مع ويكفيلد اللي قال باللي 12 طفل قمنا عليهم بالتجارب، لقينا بلي عندهم توحد. الوغ كو الدراسه على 12 طفل ما راهيش كافيه. لازم على الاقل نهضروا بالالاف باش نقدروا نثبتوا حاجه بهذه الخطوره، لانه المرض هذا ما راهوش بسيط. ثانيا تم اثبات باللي الدراسة هذه مزورة، ومجلس التأديب البريطاني قال لك بلي العمل اللي قام به غير أخلاقي، وتم رفض الأطروحة تاعو اللي كان نشرها على مجلة لونسات، وتم سحبها سنة 2010. هنا باش نشوفوا بلي الفكرة هذه راهي قديمة بزاف، ومن بعد مواقع التواصل الاجتماعي كبرتها شوية، وما عاد على بالنا بلي الدماغ البشري يحب مصطلح المؤامرة وين كش ما كاين وكلش. هنا لازم نشوفوا نوزنوا لو بور لو كونتر، نشوفوا هل حقيقة اللقاح هذا راه يسبب توحد؟ هل الأطفال كامل اللي قمنا بتلقيحهم كاع جاهم التوحد؟ نو، العدد كبير بزاف تاع الناس اللي ما صرا لهم والو، والتوحد راهو فئة قليلة بزاف، وكي راهو ينتشر بسبب النمط اللي رانا عايشين فيه، بسبب الماكله تاعنا، بسبب عده امور. بصح ما نقدرش نربطوا التوحد بحاجه واحده. الاشاعه هذه خلات المجتمع تاعنا حاليا في 2025 يعيش اون ايبيديمي تاع بوحمرون. هذه الحاله خطيره جدا، لانه قادره تؤدي الى وفيات، وقادره يزيد الانتشار بصفه كبيره بزاف. هنا اناشد كامل الاولياء، يا ناس اتوعوا، يا ناس المسؤوليه راهي في يدكم. دوكا بوتيتر الحاله ما راهيش كبيره بزاف، باغ كونطخ اذا ما راكوش رايحين طعموا ولادكم ولا تلقحوهم ما تلوموا غير روحكم. والمشكل وين راهو في الدراري اللي مازال ما وصلهمش سن التلقيح. طفل في عمره شهر، شهرين، 3، ايماجيني تاع، علما انه البوحمرون ينتشر بسرعه ويبقى في الهواء لمده 2 ساعات. هاد الامور كامل يخلو كل والي يخمم بعقلانيه كي يوصل السن المناسب لوليدك باش يروح يقوم بالتلقيح. لازم تروحوا تدوه لو غابال، المره الثانيه لازم تعاودوا تلقحوه. نتمنى انه الرساله هذه تكون وصلت. اللي حاب يشوف فيديوهات اخرى طبيه وتعليميه اللي قادره تحسن من جوده حياتكم وتوصلكم الى السعاده في حياتكم باش تعيشوها بصحه جيده، ما عليكم غير ديروا متابعه للقناه.